اول ماتش محلي حلله في حياتي على فكره، وسايب الدنيا مقلوبه ومش عارف ميسي هيرجع ولا لا، وبحلل لك ماتش الاهلي اهو. التزام التزام يعني. طبعا كلام. انا وليد السعيد وشوف الموناليزا. شوف الموناليزا. نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 22-23 بين الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة وصاحب شخصية البطل، والوداد حامل اللقب. الأهلي في البطولة دهيت كان ماشي بنسق تصاعدي، شفناه بيصعد من مجموعات بشق الأنفس، وبعدها بيعدي الرجاء المغربي، وبعدها بيعدي الترجي التونسي، وشفنا الأهلي بعينينا وهو كل ماتش بيلعب أحسن من الماتش اللي قبله. وعلى الناحية التانية الوداد هازم المرشح الأول للبطولة ميلودي سان داونز، وداخل بشراسة كبيرة على النهائي. الأهلي داخل الماتش دهوت بروح الثأر والانتقام بعد هزيمته من الوداد في الفاينل اللي فات، اللي الأهلي بيعتبر نفسه فيه إن هو اتظلم بسبب مكان الماتش اللي اتحدد سنتها في المغرب. والوداد داخل بروح العزيمة والحفاظ على اللقب، وإثبات إن هو الأقدر بالفوز بالبطولة السنة اللي فاتت والسنة دي كمان. فيا ترى بقى إيه اللي حصل في الماتش الأول، ماتش الذهاب اللي اتلعب في استاد القاهرة؟ الأهلي دخل الماتش بتشكيلة 4-3-3، في حراسة المرمى مصطفى شوبير، قدامه ياسر ومحمد عبد المنعم، وعلى الشمال علي معلول، وعلى اليمين محمد هاني. قدامهم 3 في خط النص وهو مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي، و3 قدام وهم بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات. وعلى الناحية التانية الوداد كان بيلعب ب4-4-2، في حراسة المرمى يوسف المطيع، قدامهم 2 مدافعين وهم زولا وفرحان، وعلى اليمين العملود، وعلى الشمال يحيى عطية الله. قدامهم 4 وهم جلال الددوي، يحيى جبران، رضا الجعدي، وأيمن الحسوني. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. ولعبوا ب2 مهاجمين وهم المترجي وسامبو. كولر في رأيي كان ممكن يبدأ الماتش بترتيب غير كده، لأن مروان هو خط النص اللي كان ساقط ما بين الاتنين مدافعين، وقدامه على الناحية اليمين ديانج وعلى الناحية الشمال حمدي فتحي. وهنا كانت نية كولر واضحة قوي، إن هو عايز إن الاتنين الأحسن دفاعيا يكونوا متوجهين ناحية الأطراف شوية، للحد من خطورة الارتداد بتاعة الوداد وللضغط عليهم في المقدمة علشان الأهلي يستخلص الكرة بسرعة. ومع بداية المباراة ابتدينا نشوف البداية المعتادة للنادي الأهلي، توزيع عشوائي في الملعب، كور بتطلع بشكل وحش جدا، تحس ان اللعيبة بتاخد وقت على بال ما تفهم مركزها فين وتستوعب مكانها في الملعب. وده بيفسره الاحصائيات بتاعه الاهلي اللي بتبين ان اقل مستوى للاهلي بيكون في اول 10 دقايق واول ربع ساعه من المباراه. بعدها بدات اللعيبه تقف في مكانها مظبوط، وبدانا نفهم كل واحد مكانه فين. وزي ما قلت مروان هو اللي كان واقف ساقط لتحت شويه، وده في رايي حد من خطوره مروان، اللي هي حاجه مهمه جدا. مروان من احسن لعيبه خط النص اللي بيتحركوا في الملعب، ورجله حلوة على الجول. فكان رأيي ان ممكن ديانج هو اللي ينزل لتحت ومروان يقف هو مكانه على الناحية اليمين شوية، ولكن مروان هو اللي كان واقف لتحت دايما، وكان هو اللي مسؤول عن بداية الهجمة على طول. الهجمة بتبتدي عند مروان اللي ما كانش بيواجه اي ضغط من الوداد، وبعد كده بيديها لحد الاطراف وبينقلوا بقى هما الكورة لقدام. بيرسي تاو كان دايما واقف على الخط، ما كانش بيتوغل لجوه تمام، وكان بيواجه صعوبة دايما لان هو ما كانش في حد بيدعمه من ورا، لان كان في اوامر واضحة لمحمد هاني ان هو ما يتقدمش. ولكن على الناحية التانية حسين الشحات كان واخد راحته بزيادة شوية، وكان بيقدر يتوغل لجوه نص الملعب، لان معاه على الطرف علي معلول اللي له مساحة من الحرية شوية. حسين الشحات في رأيي كان اهم لاعب في المباراة، لان هو كان مفتاح اللعب في عمق النادي الاهلي كله. الاهلي حاول في لقطات كتير ان هو يلعب على العرضيات، وده عادة بيبقى من ناحية بيرسي تاو، لان زي ما قلنا هو اللي كان بيلعب على الطرف اليمين. ولكن في ظل وجود مهاجم غير متخصص في الرأسيات شوية زي كهربا، ووجود صلابة دفاعية وكثافة عددية من الوداد في منطقة الجزاء، كان صعب جدا الأهلي يستغل العرضيات دهيت، لحد ما تيجي كورة 1-2 ما بين حمدي فتحي وحسين الشحات، تعمل دربكة في منطقة الجزاء بتاعة الوداد، ودفاع الوداد يضرب لبخة ويجي 2 يغطوا على حسين الشحات. ولكن حسين يقدر يوجد لنفسه مساحة فيرفع الكورة لبيرسي تاو اللي كان واقف فاضي تماما علشان يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي، وينتهي الشوط الأول والأهلي متقدم في المباراة. الاهلي كان طول المباراه بيحاول يلعب على سرعه تحوله وسرعه بنائه للهجمه وبطء رد الفعل عند دفاع الوداد. شفنا بقى الكره ده كذا مره، ان كذا لعيب زي علي معلول او محمد هاني بيكونوا واقفين ورا خط النص بتاع الاهلي وبيرفعوا الكره لقدام، ولكن عاده كانت نتيجه الكره دهيت ان هي بتوصل لدفاع الوداد.
لحد ما مرة واحدة بس الكرة دهيت تعدي الدفاع وتوصل ناحية الحارس، والحارس يتقدم وراها، فتوصل ساعتها لحسين الشحات ويبصيها الكهربا ويسجل الهدف التاني للأهلي. بعد الهدف التاني الأهلي مهمته المفروض اتغيرت. هنا بقى لازم تهدي اللعب وتحافظ على الكرة معاك على قد ما تقدر، لان انت ما بتعرفش تتكتل في منطقتك وما بتعرفش تدافع دفاع زون، وكنا لازم نشوف لعيبه في الملعب تناسب الموضوع دهوت. يعني في رايي انا كنت حابب اشوف كهربا بيطلع من المباراه وبينزل مكانه محمد عبد القادر، ومحمد عبد القادر يلعب على الناحيه الشمال وحسين الشحات يلعب على الناحيه اليمين، وبيرسي تاو هو اللي يقف في النص. كده انت عندك الثلاثه اللي قدام بيعرفوا يحافظوا على الكوره، فده هيخف الضغط عليك تماما. او حتى كنت ممكن تطلع واحد بالاطراف وتنزل مكانه عمرو السوليه عشان تبقى في الوقت ده هو بتلعب باربعه في خط النص، وده هيديك اريحيه اكتر في امتلاك الكوره، وسيطرتك على الكوره في وقت زي دهوت كانت هتقتل الوداد نفسيا. ولكن كولر ما عملش اي حاجه من الحاجات دهيت وفضل يلعب بنفس التشكيله، والاهلي رجع ناحيه منطقته، وفي ظل التراجع دهوت الوداد يلعب كوره تخبط في العارضه، والكرة اللي بعدها في ظل تغطية سيئة جدا من محمد عبد المنعم سامبو ياخدها ويديها لسيف الدين بهرة اللي نزل بديل ويجيب الهدف الأول للوداد. الوداد طلع من الماتش ده هو بأقل خسائر وسجل هدف مهم جدا ليه، لأن هو هيروح هناك في المغرب هيلعب على 1-0. فالأهلي لازم يركز جدا في الماتش الجاي وما يهمهوش لا ضغوط الملعب ولا الجماهير، ويحاول يلعب ماتش متوازن، لأن هناك ما ينفعش تلعب زون ديفنس لان سهل جدا تتخطف 1-0، برضو ما ينفعش الجازف لان ساعتها ممكن تاخد 1 و2 و3. وبكده تكون نهاية الحلقة. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويا ريت تشوفوا الحلقات اللي فاتت، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.